السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي عزيزاتي مزمارس، أهلا بكم وسهلا وسلام الله عليكم أينما كنتم داخل المغرب وخارجه. هذا الفيديو كنت غنشارك به، أقول لكم شفت واحد المنظر يعني والله محزن 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 جدا جدا جدا. إنه المعلم، يوم العالم للمعلم، اليوم العالم للمعلمين. هؤلاء الرجال الأشاوس كيفاش كيتجروا كيترفسوا كيتركلوا في الشوارع، والله عيب ثم عيب. ولا بد أن أقول كلمة في حق هؤلاء الرجال وهذه النساء الأشاوس، وإذا ما قلناش كلمة فنحن من المنافقين ومن ألف وجه. مثل هذه الصورة، وجه ووجه، كارة عند كارة، لا حول ولا قوة إلا بالله. سأهديهم هذه القصيدة، قصيدة أمير الشعراء. أمير الشعراء، إنه أمير الشعراء شوقي. قم للمعلم وفه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا؟ كيف ننساك يا معلم وأنت من أنشأت النفوس والعقول؟ سبحانك اللهم خير معلم، علمت بالقلم القرون الأولى. أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين السبيلا. أرسلت بالثورات موسى مرشدا. كيف لنا أن ننسى الأيام واللحظات التي قضيناها مع المعلمين ديالنا. ربوا أولادكم على الإنصات، فتيان الحمى تجدوهم كهف الحقوق كهولا. فهو الذي يبني الطباع قويمة، وهو الذي يبني الأسوس عدولا. كيف ننساك يا معلم، فإن اسمك سيبقى منقوشا في عقولنا ولن ننساك أبدا. وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأثما وعويلا. وإذا النساء نشأنا في أمية رضع الرجال جهالة وخمولا. هؤلاء المعلمين شنو طلبوا؟ يجب الإنصات إليهم. هل تعرفون ما معنى المعلم؟ المعلم راهو أسس، هو الذي يبني أسس الأمة. نعم، هو الذي يبني أسس الأمة. فكيف لنا الآن أن نرمي بمكتسبات المعلم؟ كيف لنا أن نرمي بمكتسبات المعلمين؟ شنو طلبوا هاد المعلمين؟ هذيك المسألة ديال الأكاديميين، وهذيك المسألة ديال هذاك هذاك المنهج اللي دابا دخلوه ديال الأكاديميات، راه فيه إجحاف سافر للحقوق المكتسبة لجميع المعلمين. وهذا طبعا سيضرب في الأموال ديالهم، سيضرب حتى في التقاعد ديالهم. وهنا غنديروا درنا فتنة ما بين المعلمين. لا غنعزلوا المعلمين الأكاديميين، المعلمين تابعين للوزارة. شنو هذا الشيء؟ هذه فتنة ما بعدها فتنة. لهذا أنا أطلب من جميع أخيار هذا البلد الحبيب وهذه الأرض الطيبة، قبل أي يعني التشريع ديال التشريعات، هذيك التشريعات التي تسن في البرلمان، يكون واحد المجموعة ديال رجال دولة حكماء. نعم، رجال الدولة الحكماء الذين يحبون
هذا الوطن الحبيب وهذه الأرض الطيبة، باش يكون عندهم يعني يكونوا كلهم متفقين، ويكون عندهم واحد تكوين أكاديمي. نعم، وفكر أكاديمي، فكر سكون أبيل لاترال ثينكين، يكونوا عندهم واحد الفكر متفقين عليه. ماشي واحد كان امباسادور او كان سفير في باريس وتكوين ديالهم يعني جد بعيد عن التعليم، بعيد عن الفكر السياسي العميق الذي يبني الأمم. احنا نريد فكرا فيه تفكير منطقي. نعم، وهذا التفكير المنطقي هو الذي يقود الأمة إلى تنمية سليمة. ملي كنقيسوا المعلم راه كنقيسوا كل شيء، راه ما يمكنناش المعلم نديروا ليه ديك يعيش في الحرمان. الناس اللي في الجبال، المعلمين في الجبال، هاد الناس خصنا نشجعوهم، وعلى الاقل واحد الصالير ديال 20 درهم، ما خصوش يطيح من 20 درهم، 2 مليون على الاقل. راك تعرفوا شنو هما الجبال. ومن هنا نعم أقدم التعازي لجميع الشهداء الأبرياء من الأساتذة. طبعا هذو كلهم شهداء اللي ماتوا، رحمة الله عليهم وجعلهم الله في الفردوس الأعلى مع الصديقين القانتين والمستغفرين في الأسحار. نعم، وهؤلاء راهم بعاد على الأهالي ديالهم والأحبة ديالهم، وبعاد على أولادهم. طبعا باش il faut ce qu'on appelle faut arrêter l'hémorragie. الآن إذا ما كانش